صباح الخير من وسط البلد. انا كنت عايز اجاوب على الكومنت دوت. هو كان حاتم بيسأل في تعليقا يعني على الكلام اللي انا قلته، ان ينفع في المستقبل ان سوني او اكس بوكس ينزل ببروسيسور على معمارية ارم. وانا كنت شايف ان ده صعب، لان الجهاز مطلوب منه ان هو يديك احسن جرافيكس فيديليتي. هو كان بيسأل يعني اذا كان لو البروسيسور اتحسن ينفع ولا لا. هو السؤال ده انا هجاوبه على نقطتين. النقطة الاولانية على المستقبل القريب، هو الارم ما قدمش حاجه تخلينا لسه نقدر في الجرافيكس نتوقع ان ده حاجه ممكن تحصل. بس على المستقبل البعيد، وده الاهم يعني بالنسبه لي، انا مش حاسس ان الكونسولز هتكمل بنفس الطريقه، ان انت تفضل تجيب جهاز وتشغل عليه الالعاب في البيت وده يديك اعلى جرافيكس ممكن. اعتقد ان هو عند نقطه معينه هيقف عكس تطور الجرافيكس، لان خلاص احنا وصلنا ان في ليميتيشن على الحجم. بعد كده ده اخر التكنولوجيا دي في الحجم، بعد كده هتحسن يبقى هتكبر، والبلاي ستيشن والاكس بوكس كبار كفايه. فهل بقى هنرجع تاني للمشروع اللي فشل، ان احنا هنلعب اونلاين على النت ستريمينج ويبقى البروسيسنج على داتا سنترز وتتباع الالعاب كسيرفيس بدل كبرودكت، ولا هيفضلوا يكبروا البلاي ستيشن، ولا هيعمل لك ان انت ممكن تحط كذا جهاز باراليل للتاني؟ المهم في ليميتيشن على الحجم، واكيد مش هنقدر نكبر حجم الجهاز الالعاب المنزلي يبقى قد السيرفرز الكبيره. فانتوا ايه رايكم؟